السلام عليكم، كيفكم يا شباب؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم يا شباب جايب لكم برنامج، والبرنامج جدا جميل. البرنامج طبعا يا شباب هو تقدر أنك تحول صورتك من صورة طبيعية إلى صورة كرتونية بشكل احترافي. طبعا البرنامج يا شباب فيه علامة مائية، لكن إن شاء الله في داخل الشرح بشرح لكم كيف نتخطى العلامة المائية ونحذفها نهائيا من على صورنا. المهم انكم تتابعوا المقطع للاخر عشان تستفيدوا، وهذا اهم شيء. طبعا يا شباب البرنامج كمان فيه اكثر من تعديل، ويعني او اكثر من تأثير طبعا. فاليوم راح نشرح لكم او اعلمكم كل التأثيرات الموجودة في البرنامج، وانتم بكيفكم اللي التأثير اللي تحبون انكم تضبطون على صوركم تقدرون انكم تضبطون على صوركم طبعا. لكن انا عندي تأثير جدا عجبني صراحة، فيخلي لك الصورة يعني تطلع باحترافية ويعني بشكل جدا رهيب. فاليوم راح أسوي الشرح عن هذا التأثير، فخلوكم مع الشرح. وقبل لا نبدأ بالشرح يا شباب أتمنى أنكم تدعموني باللايك والاشتراك، وبسم الله نبدأ أو ندخل في الشرح على طول. أول شيء هذا هو البرنامج يا شباب، مثل ما أنتم شايفين. هذا هو البرنامج. ركزوا على اسم البرنامج. فأنكم تقدروا أنكم يا شباب تنزلون البرنامج من المتجر اللي هو سوق بلاي. وكمان عليه علامة مائية مثل ما تكلمت. الآن يا شباب نخش على البرنامج. مثل ما أنتم ملاحظين يا شباب سعر البرنامج أو أنكم تقدروا تشتروه شهريا أو سنويا مثل ما أنتم شايفين، لكن حنا نروح على كلمة تخطي أو كلمة الإكس أو هذا ونتخطى البرنامج. هذه يا شباب هي التأثيرات اللي عندنا. مثل ما انتم شايفين مشاهير يسووا التأثيرات هذه، والبرنامج يعني ينزلها لك هنا في قائمة البرنامج، وانت من هناك تقدر انك تضبطها على صورك. اي تأثير حاب انك تضبطه على صورك تخش عليه، مثل هذا التأثير مثل ما انتم شايفين. راح اشرح عن هذا التأثير وعن تأثير ثاني كمان اللي هو التأثير اللي عجبني صراحة. خلوكم مع الشرح. مثلا لو دخلنا على هذا التأثير، بدخل وارجع لكم مرة ثانية. مثل ما انتم شايفين يا شباب هذا هو الصورة اللي راح نطبق عليها التأثير بهذا الشكل، ونلاحظ او ننتظر وش يعني النتيجة كيف تصير يعني معنا. مثل ما انتم شايفين الآن تطلع عندنا النتيجة بهذا الشكل. مثل ما انتم شايفين عليه حقوق. هذه هي. راح أشرح طريقة التخطي العلامة المائية في التأثير الثاني. مثل ما انتم شايفين يطلع لك الصورة بهذا الشكل. لو انت حاب انك تسويها يعني كأفتار ل يعني ملفك الخاص، على مثلا على فيسبوك، على واتساب، على اي شيء، على مثلا يوتيوب قناتك، حاب انك تسويها صورة شخصية عفوا على قناتك باليوتيوب، تقدر تسوي هذا الصورة. الآن يا شباب بننتقل للخطوة الثانية واللي هو التأثير الثاني. خلوكم معي وراح نشرح طريقة التخطي عن العلامة المائية. هذا هو التأثير يا شباب مثل ما انتم شايفين. هذا هو التأثير. نجي ونطبقها على صورة عندنا معينة. اخترت هذه الصورة مثل ما انتم شايفين، وراح نطبق عليها التأثير. ان شاء الله تظهر معنا النتيجة جدا مرضية. في إعلانات يا شباب، حاولوا أنكم تتخطون الإعلانات بشكل عشان تتجنبوا كل شيء. هذه هي النتيجة يا شباب. يحول لك الصورة من صورة طبيعية إلى صورة جدا جدا خرافية مثل ما انتم شايفين صراحة. كمان في لو الصورة مثلا واضحة، في صور صراحة راح ترضيكم جدا جدا. فأنا اخترت هذه الصورة عشان بس على مود يعني أشرح لكم كذا. الآن يا شباب كيف نحفظ الصورة وكيف نتعامل معها؟ نروح يا شباب على هذا اللي هنا، ونروح على تخزين على الجهاز. من هنا يا شباب نروح على كلمة هنا. شوفوا مثل ما انتم ملاحظين، لو ما انتم ملاحظين هذه هي العلامة المائية تبع البرنامج. نجي عليها ونضغط عليها بهذا الشكل.
ما نضغط هنا اشترك، نضغط على ليس الآن. اوكي، فهذه هي. تتخطوا الإعلانات كمان، وتروحوا يا شباب ثم مباشرة على كلمة تنزيل. راح تنزل عندكم الصورة. كمان الإعلان مرة ثانية، حاولوا أنكم يعني تتماشوا مع البرنامج. فإيش ظهر معنا هنا يا شباب؟ مثل ما أنتم شايفين، لو تلاحظوا هنا كان ظهر عندنا تم الحفظ في المعرض أو كذا. وبهذه الطريقة يا شباب تقدروا أنكم تتخطوا العلامة المائية تبع البرنامج. هذا كان شرحي عن هذا البرنامج، وإن شاء الله بإذن الله تكونوا استفدتم من هذا الشرح. أتمنى يا شباب أنكم تدعموني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل مقطع أنزله على هذه القناة. وكان معكم أخوكم وليد، السلام عليكم.